هنتكلم النهارده احنا شغالين بند مهم جدا من البنود المهمه، الا وهي التجاليد الخشبيه. التجاليد الخشبيه هي اللي بتخلي شكل البيت بيطلع بطريقه مناسبه جدا. الفكره ان انت تحطها في مكان مناسب يخدم مع التصميم، والماتيريال اللي موجوده تبقى ماتيريال كويسه تحافظ على الشكل الوظيفي وشكل التصميم اللي متواجد معانا. طيب هنتكلم النهارده في شرح الشقه اللي موجوده معانا من اول دخولنا لباب الشقه. معانا في الجزئيه دي باب الشقه مفتوح هنا في الجزئيه دي، وهتشوفوها في التصميم الثري دي هيطلع قدامكم. هنا معانا قطوع واستخدمناها كوظيفه موجود في الجزامه. معانا في الحته دي هنا تجليده خشب، معانا هنا مرايه، ومعانا هنا 2 كرسي، ومعانا هنا التجليده اللي موجوده معانا. نخش بعد كده على تقسيمه. يبقى انا كده من اول ما دخلت من باب الشقه خلاص فصلت، عملت هنا قطوع بيخدم معايا في الحته الوظيفيه، وفي نفس الوقت لما فتحت باب الشقه ما حدش شاف اهل البيت اللي موجودين جوه. نخش بعد كده على الريسبشن اللي متقسم ل2 زون. معانا التقسيمه، معانا هنا موجوده السفره، ومعانا هنا البوفيه، ومعانا هنا الانتريه، ومعايا هي في الجزئيه اللي قدامي مكتبه التلفزيون. طيب حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها في مكتبه التلفزيون او اي تجاليد خشبيه بنستخدمها. طب ايه نوع الماتيريال اللي مستخدم في التجاليد الخشبيه؟ الام دي اف. الام دي اف تكلفته اقل من الكونتر، ولكن هو احنا بنستخدمه في التجاليد الخشبيه ما بيبقاش فيه مشكله كبيره. الام دي اف من الحاجات الحلوه اللي احنا ممكن نستخدمها في اعمال التجاليد الخشبيه. الكوست بتاعه مش بيبقى اوفر زي الكونتر، لانها في الاول وفي الاخر اعمال تجاليد خشبيه. طب احنا ناخد بالنا من ايه؟ ناخد بالنا من طريقه التركيب الصحيح. لو حصل معانا تريحات في المبنى، خصوصا لو احنا ادوار علويه، لو اللوح ملزوق لطش على الحيطه هيبدا يفصل مني، اصبح ان التعليفه بتحافظ على الجزئيه دي. طيب التجاليد الخشبيه والتعليفات اللي محطوطه دي بتبقى بكوستها اعلى شويه، بس ضمانا ليها وضمان لتثبيتها وانسب بكتير. الالواح اللي موجوده معايا الام دي اف. الام دي اف ده هو عباره عن ايه؟ الميديم دي اف ده اختصار لكلمه الميديم دينستي فايبر. بيبقى الواح خشبيه متوسطه الكثافه. بتتصنع من ايه؟ عن طريق مخلفات اللي بتطلع من المكن، بياخدوها يحطوا عليها مواد يطلعوها كبس حراري بيطلع بالالواح اللي انتم شايفينها دي. طيب دي بتستخدم في المواقع، نستخدمها فقط في اعمال الديكورات، ما بتستخدمش في الابواب، ما بتستخدمش في الحاجات اللي احنا بنحمل عليها او الاستخدامات الوظيفيه. طيب معانا هنا في الجزئيه دي مكتبه التلفزيون، وهتطلع قدامكم في التصميم الثري دي حاليا. ومعانا هنا الانتريه، وبرده وراها تجليده خشبيه. حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها، لو احنا معانا تكييف في الجزئيه دي ورا تجليده خشبيه، بنبدا هنا نزود. دي مش متزوده، دي لسه هتتزود. هنبدا نزود هنا تدعيم بحيث ان هو ما يحط الفانه في الجزئيه دي، اصبح ان الفانه متامنه كويس. نتكلم على بند الابواب. احنا شغالين النهارده بند ابواب برده. هنا الباب ده موجود السواسات فيه 7 سم، وكل 7 سم ما بينهم فوم معمول. هنا ده لوح كونتر 6 مللي من ناحيتين، ومعمول عليه هنا برضو اشكال زي ما انتم شايفين كده. ودي القشره اللي موجوده معاه قشره طبيعيه. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي في مرحله الصنفره، وبنعمله سيلر، وبعد كده بنصنفر معجون، وبنخدم عليه بالشكل المناسب اللي بيطلع معانا في الاخر. وبناخد بالنا من العلاقات زي ما هو بيصنفر كده. اهم جزئيه في الحاجات دي عشان تطلع الفينش محترم، فينش الصنفره اللي هو بيعمله. طبعا خدمه الابواب حاجه بتبقى مهمه جدا جدا جدا. نكمل باقي الشقه. طبعا معانا الابواب موجوده في الموقع. حاجه مهمه جدا ان احنا لما بنعمل تصميم 3 دي بيطلع ليه شوب دروينج بالاليفيشن بكل التفاصيل اللي موجوده معانا. فكل حاجه موجوده في الشقه موجود ليها الاليفيشن، بحيث ان نسهل على مهندس الموقع ونسهل على المقاول اللي موجود معانا. هنا برضو نفس الموضوع، موجود معانا اعمال البانوهات بالكامل، موجود معانا اعمال الاستربات. التفاصيل كلها طبقا للسايت الموجود، المقاسات لازم تكون مظبوطه 100% عشان ما يحصلش لخبطه. نخش بعد كده على جزئيه المطبخ والليفنج. برضه المطبخ والليفنج عاملين فيه استربات. دي السدايب اللي احنا بنستخدمها في العلفه، لازم تكون السدايب كتيره بتخدمها بطريقه صح منع للانفصال. بعد كده معانا تجليده هنا ركنه ال شيب. طيب نخش بقى على المطبخ. تعالى كده نخش على المطبخ. هيطلع قدامكم ال 3 دي بتاع المطبخ ان هو موجود بار وتقسيمته. وهنا برضو الباب الثاني الراجل بيصنفر فيه وبيخدم على الباب عشان نركبه. وطريقه تركيب الباب لازم نهتم بيها جدا، الصدادات، الاكسسوارات، ان الخامه اللي موجوده جوه. انت لو عميل والباب ده جالك كده في الموقع، لازم تتاكد من جوده الباب من جوه، الماتيريال المستخدمه من جوه. هطلع لكم الماتيريال المستخدمه من جوه الصوره ليها دلوقتي او اوفر ليه، هتشوفوه تصنيع الباب من جوه عامل ازاي. نكمل باقي الشقه.
اهم حاجه في الموقع اثناء اعمال التجاليد الخشبيه لازم تحافظ على الباركيه او البورسلين اللي موجود في الارضيه. معانا هنا برضو دي ظهريه السرير معلفين مع العمود واخدينه ستريت دايركت، هيطلع هنا اضاءه اندايركت في الجزئيه دي هتشوفه في السرير دي. وهنا برضه هيتحط كابوتونيه ستريبات موجوده معانا. وانس الموقع موجود معانا طبعا السرير دي موجود معانا، وهيطلع لكم اوفرلاي برضه بالتفصيل. هنا موجود معانا الدولاب بالكامل، واصبح ان الغرفه غرفه مناسبه شكلها حلو جدا، واصبح ان مشكله العمود اللي موجوده معانا احنا عالجناها باعمال الديكورات واعمال التعليف. موجوده معانا هنا الغرفه الماستر، هنا هو المفروض بيقطع فيه السدايب والتقويات اللي موجوده معانا عشان نقوي دي الموجود العلفه اللي موجوده معانا دي اللي بتقوي الشغل الديكورات اللي موجود معانا. طيب معانا هنا السرير الماستر 180، معانا الاثنين كومود. معانا في الجزئيه دي هيطلع لكم في السرير دي دلوقتي ان احنا عاملين كل ده دريسنج، هنا دولاب وهنا دولاب، حتى جزئيه الحمام باب هيدن اصبح ان هو كل ده مش باين معانا، واستغلينا المساحه اليمين واستغلينا المساحه الشمال. هتشوفوا برضو الجزئيه دي كلها في السرير دي هتبقى مرايه، معانا التسريحه ونازلين طالعين برضو هنا دي يونت التلفزيون. نطلع على الغرفه الثالثه والاخيره، غرفه الولد. غرفة الولد برضه موجود معانا اعمال التجاليد الخشبيه، مجلدين ظهر السرير بالكامل في الجزئيه دي. كان معانا هنا في السرير دي ان الدولاب هياخد حرف ال، ولكن احنا لغينا الجزئيه دي فهنكمل التجليده هنا. كان المفروض هنا كومود برضه هيتلغي، فاحنا هناخد بكامل ده الدولاب اللي موجود معانا. هتشوفوا في السرير دي برضه شكل دي بعد الانتهاء منها. ما تنساش برضه وانت بتعمل تجاليد خشبيه تحدد اماكن الكهرباء واماكن السلوك اللي طالعه للاضاءات الاندايركت. الموضوع مش بيبقى عشوائي ان انا عايز احط هنا تجليده خشبيه احطها مباشره. اهم بند لازم تخلي بالك منه جدا، لان ده البند الوحيد اللي بيأثر على الشقه بالكامل من حيث الروح، وبرضه في نفس الوقت ان انت لو مش متواجد على طول في البند ده الشقه هتتبهدل معاك جدا. كده انا نهيت معاكم الفيديو، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتهتموا بيه اما تيجوا تشطبوا الشقه لوحدكم. للتواصل والاستفسارات كلمنا على رسائل الصفحه، وقسم التعاقدات هيتواصل معاك مباشره.